ليه معظم الناس بتستمتع لما بتسمع اخبار وحشة عن بعض؟ ايه المتعة في كده؟ ليه بتفرحي لما تلاقي صاحبتك فشلت او بتسمع عنها كلام مش حلو؟ لا، مش هنكدب على بعض. ليه بتفرحي؟ ليه بتفرح لما تلاقي صاحبك خسر او مش لاقي شغلانة؟ ليه؟ لا لا، مش عادي. لا، مش عادي. الشعور ده مش عادي، مش حلو. الشعور ده مش شيطان، وانت عارف وانت عارفة. ليه بقى؟ حد يجاوبني. بنحس بتهديد مثلا؟ بتحسي انها اجمل منك فالحمد لله انها حصل لها كذا فالحمد لله احسن، او كانت اذكى منك فاحسن. احسن انها فشلت، احسن حياتها باظت، احسن لو خسر فلوسه، ما اصل هو كان شايف نفسه علينا. ليه؟ ليه بنفرح بنستمتع بقى بالاخبار الوحشه عن بعض؟ عشان احنا شخصيات مش سويه، شخصيات مش سويه وبنتمادى، وده حرام. اللي انت تكره الناس وتتمنى لهم الاذى او تفرح لاذاهم دي حاجه مش حلوه. طيب مش مهم، مش حرام. تمام، عادي يعني، حرام عادي، احنا بنتكلم يعني. طيب انت كده بتأخر تطورك. يعني انت بدل ما تبص للشخصية الجميلة الحلوة دي، البنت الجميلة الحلوة الشيك دي، انها والله اتعلم منها. طب والله، طب هي شوفي مشغولة ازاي، بس مع ذلك مهتمية بنفسها. احاول اهتم بنفسي. ايه ده مش عارفة تلعب رياضة؟ طب والله، طب شاطرة ما شاء الله عليها، طب انا احاول العب رياضة. ايه ده عارف يجيب فلوس؟ طب حلو. طب ماشي، طب انا اشوف، طب انا ممكن اكون مريح انا، طب اظبط نفسي. ليه؟ ماشي، اي نعم طبعا انت هتمشي في الطريق ده، مش لازم هتبقى جميله زيها، انت مش لازم، مش بقول لك تبقى نسخ من اللي قدامك او تبقى نسخه منه. بس الفكره نخلي الحاجات دي تطورك، صدقني هتتطور وهتبقى احسن. لو انت بطلت مستني كده ان هو ايه، اسمع عنك خبر وحش. بطلي او بطل تعمل حاجه زي كده. انت كده بتأخر نفسك. فالناس اللي حوالينا دول ملهمين، الناس اللي هم بيبقى شكلهم جميل، الست الكبيرة تبقى مهتمية بنفسها، الفنانة اللي رغم ان هي كبرت في السن بس جميلة جدا. الناس دي ملهمة. شوف بتعمل ايه، بتشرب مية، بتلعب رياضة، عملت ايه عشان خاطر تبقى كده. فانت بقى بدل ما كل ما تشوف الحاجات دي اللي حساك عشان انت حاسس بالتهديد او انت حاسه بالتهديد على طول، كل ما تشوف حد احسن او ده بيحسسك انك اقل، لا، ده بالعكس، ده يخليني اتحرك اكتر، ده يخليني اكون احسن، اقول ما شاء الله، طب انا والله، طب انا هعمل كذا حلو. هي بتلعب رياضه كذا، طب انا اشوف لي رياضه مناسبه ليا. هي بتلبس كذا، طب انا اشوف والله اللبس اللي يناسبني. اهتم بنفسي شويه بدل ما انا مشغوله ومسحوله في الدنيا كده. حلو. في الناس دي بتظهر في حياتنا عشان تفكرك انت ايه اللي ناقصك، انت ايه المفروض تكون فيه، مش بتهددك، مش بتهددك. فياريت نستفيد من شعورنا للأسف اللي هو السيء ده بطريقة كويسة. دي اسمها، ممكن أسميها كشعور في البداية بيبقى غيرة، وده طبيعي. ايه ده مش عارفة مهتمية بنفسها، طيب ما شاء الله. لو سبت نفسك للسكة بتاعت ايه ده، طيب يا سلام، طب مش معنى هي، طب ودخلت في السكة بتاعت الحقد والحسد والحاجات دي، انت كده بتبعدي، انت كده رايحة في سكة الأذى. هتروحي بقى قدام شوية ان بقى تتكلمي عليها وحش بقى، وخدي بقى ذنوب بقى على قذف محصنات. هو ما هي ما عبرتوش عشان هي جميلة فيجي شاتم عليها، يروح بقى في السكة دي بدل ما يشوف أصلا هي رفضته ليه. تمام. يعني بداية الحسد ده بداية وحشة جدا على فكرة، بيودي الواحد في مصايب. أنا يعني مش هروح بعيد، يعني رايا وسكينة مثلا، يا رايا وسكينة كانوا في الأول أول ما فكروا هما يقتلوا، ما فكروش هما يقتلوا. كانت بداية القتل إيه؟ بداية القتل كان حسد، إن إحنا بنتعامل معاه عادي كده، إن إحنا عادي يعني. يعني أنا تعبت كتير، هي متستاهلش اللي هي خدتها. شوفي تعبت إزاي، بس هي مع ذلك محظوظة. طب يا ستي، ما انت محظوظة في حاجات تانية مش محظوظة فيها. انت بتفكري كده. طيب انا خلاص تمام، انا عايزة ابقى كويس وعايزة اكون شخص سوي وعايزة اكون قريب من ربنا. طبعا الحسد والحاجات دي حرام، برضو حرام بالصيغة الكبيرة، حرام. مش حرام، مش حرام. ماشي. طيب ازاي انا اكون شخص كويس؟ ده على فرض يعني انك اقتنعت بكلامي.
او ما اسيبش نفسي الغيره توصل للحسد والحقد او الاذى. اول حاجه، وده كان التمرين يعني، اول حاجه ان انا اعمل كل يوم ذكر الحمد لله. والله ذكر الحمد لله، مش ذكر اللي هو الحمد لله الحمد لله، مش كده، مش كده، مش اللي هو مش بنصم. انت كنت برضو يعني الذكر مفيد، انت بتحوله لحاجه انت مش مركز فيها، مش مركز فيها. كل حاجه ربنا الذكر قالك مفيد ليه؟ ليه؟ عشان هيفيدك. ما تقعدش بقى تقعد بتصوم يا رب خلصت ذكر الحمد لله انا شاطر. لا لا، ذكر الحمد لله بتقعد بقى الحمد لله دي ازاي، هقول لك بقى الطريقه الجميله الساحره الحمد لله انا بتبعها، واللي المفروض تكون كده يعني. المفروض بنذكر بوعي. بنعمل ايه؟ الحمد لله بقعد افتكر كل نعمه ربنا عليا. مش كل يوم هي نفس النعم اللي بتيجي على دماغك، ان شاء الله حتى مثلا كوبايه شاي عجبتك، صح؟ مش كوبايه الشاي دي اللي بتعكننك اليوم كله، لما الشاي مش موجود هيعكننك، او القهوه مش موجوده ما تقولش دي حاجه هايفه. اي حاجه تيجي على بالك في لحظتها احمد ربنا عليها. الله النهارده اليوم كان جميل، الله خروجه النهارده كانت حلوه، ايا كان. مش لازم تبقى اللي يجي على دماغك. ربنا سترها معاك في اي حاجه. امبارح الحمد لله روحت كنت قلقان احسن يحصل كذا، ما حصلش كذا، الحمد لله المستر ما شافش الواجب. اي حاجه تخطر على بالك. هي طبعا نعم ربنا عظيمه، بس انا بتكلم ما تستصغرش اي حاجه انك تحمد ربنا عليها. الحمد لله انا شخصيتي كذا، انا عندي عيوب كذا بس الحمد لله شخصيتي كذا، انا الحمد لله دمي خفيف، انا الحمد لله مش عارفه فيا ايه. الحمد لله افتكر الحمد لله الشجره اللي جنب بيتنا، الحمد لله على بيتنا. كله ما تستهونش بحاجه يعني. شوف لما غاز ما يبقاش موجود ولا بالكهرباء اتجننا، ما تقولش الموضوع ده هايف يعني، والحمد لله على الكهرباء. فاهم؟ والله ما هايف، والله ما هايف. بس روح لاي حته، شوف مخك هيروح فين في حمد ربنا، وهتروح هتلاقي الموضوع ده اساسي 100 مره، 33 مره يعني، حتى 15 مره ان شاء الله حتى كده. بس اهم حاجه تحمد ربنا كل يوم. ده اولا هيعمل لك كانه تمارين يوميه، ان انا والله حالتي وانا كويس. دي حاجه، انا كده عملت تمرين، انا الحمد لله حالتي كويسه، انا مش في حاله وحشه على فكره. انت بتفكر نفسك انا مش حاله. شفت الحمد لله، شوف ذكر ربنا عامل ازاي. مش الحمد لله الحمد لله وانا سرحان، وشوف لي اللي على النار ده، وشوف لي مش لا. خساره يعني، خساره بتضيع الذكر في حاجات كده وانت مخك مش موجود، انت اللي هتتضرر. ماشي؟ فانت دلوقتي اول حاجه عملتها، اول حاجه عملتيها، ان انا الحمد لله فكرت نفسي بالحاجات الحلوه اللي عندي موجوده في حياتي. الحمد لله عينيا حلو. اي حاجه دي بنبقى مجانين لما بتبقاش موجوده. الحمد لله بشرتي حلوه، الحمد ايا كان صفاتك الحلوه. الحمد لله انا شهم، الحمد لله انا فيا كذا، الحمد لله انا محبوب كله. ماشي خلاص، حمدت ربنا، اكدت على نفسي الحمد لله عندي حاجات كتيره حلوه. ماشي، انا شفت الشخص اللي غيران منه ده، اعمل ايه؟ اول حاجه اعملها طبعا هتخش غيرها، اول حاجه استغفر ربنا واستعيذ من الشيطان الرجيم، عشان انت ممكن تخش على السكه بتاعه الحقد وانت مش حاسس كده. طيب هروح البيت اتغاظ والله، ماشي، مع غير شعور طبيعي. بس انا بحاول بقى ليه استعذت منه عشان ما اتمناش منه زوال النعمه. انا مش باذيه على فكره كده، انا باذي نفسي برضه. اوعى تفتكروا بالطريقه دي انا مش انا باذي نفسي، انا باذي نفسي. هروح انا شفتها والله، ايه ده، والله دي كانت تخينه، بقت ارفع مني وبقى جسمها احلى بصراحه. ايه ده ما كانش حيلته حاجه خرب بيته، فجاه بقى عنده الشغلانه دي وجات له الشغلانه دي. استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا انا بتكلم على اللي في دماغي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هروح البيت او ايا كان، هشوف بقى، هستفيد من الطاقه دي ان انا طب هلعب رياضه النهارده مثلا، هظبط اكلي. ايه ده مكسله دي مثلا في الحكايه دي. انا مثلا في الموضوع جاله شغلانه بقى، شغلانه حلوه، طيب والله ايه ده، طيب ما اشوف طيب حاجه تانية، يمكن اكون امتنح في الشغلانه بتاعتي دي، باخد نفس المرتب ومش عايز اتحرك من مكاني وخايف. طب ما اجرب، يمكن لما اجرب. هو مش لازم تشتغل نفس شغلانته، مش لازم يبقى جسمك زيها او شكلك زيها، بس الفكره ان انا ايه، هو سعى في ايه او انا هحاول في ايه. هو حاول يغير، هي حاولت تغير. الفكره انك تتغير. طيب والله، طب انا عيبي ايه بس عم كسول شويه، طب احاول اجرب في كذا طريق، استفيد من الطاقه دي في اللي هي مصدقه ربنا هيكافئك. ربنا اسمه الشكور، ربنا هيكافئك ان انت بدل ما تبقى شخص حقود وكده اتحركت. ما الحاجات دي يعني ربنا خلقنا من عشان خاطر نتطور. هتشوف الاغنى منك فتقول والله انا عايز اكون زيه. ليه لا؟ ما احقدش عليه، لا هبقى اكون زيه ان شاء الله، ان شاء الله. مش هتمنى منه اللي هو لا ما بقاش. بوقف نفسي انا كده. فهمتوا الفكره دي؟
فهمتوا الفكرة دي؟ الفكرة دي بجد جذرية، يعني عايز تتطور غيرة صحية، يعني نتكلم كلام علمي بحت، غيرة صحية. ماشي، انا بعدت على جو الحرمانية وبجد وجو الحرام، ناس بطريقة وسكينة يعني حرمانية وحرام وحلال وكده، بس الفكرة العامة اهي، مفيش حاجة ربنا بيحرمها علينا غير لما بتكون فعلا مؤذية لينا وبتوقفنا. طلعتي طاقتك بس لا، انت ضريتي نفسك، وقفت نفسك. تمام، اتعشم تكون الفكرة وصلت. لو عجبكم الفيديو لايك وشير والحاجات الجميلة دي. ماشي، اي حد عنده تعليق يقول لي، ماشي، عشان ارد عليه. سلام.